انتوا عارفين من زمان، من اول ما بدأت افتح القناة وانا كل فترة كده بحب اجمع كذا فيديو واحب انزله لكم. بنزله يبقى مرجعية ليا قبليكم، لان انا اوقات كتيرة ببقى محتارة اطبخ ايه، ولو عندي عزومة يا ترى نعمل ايه. فالحقيقة باجي داخلة على القناة بتاعتي واجيبها من تحت لفوق ومن فوق لتحت وابدأ اختار منها اصناف انا كنت ناسيها من زمان. طبعا ده الرق الجميل، دي سفرة العيد، عيد الأضحى، بالفتة بالممبار بالطرب، جميلة جدا. والسلطة بالمايونيز والزبادي هبقى اعملها لكم ان شاء الله. وده الطرب الجميل ومعاه الشربات الجميلة. مش عيب ابدا ان احنا كلنا نفكر بعض بالاكلات، واللي عندها فعلا فكرة زي كده تنزلها لان هي بتبقى حلوة قوي. ده المندي باللحمة بالمكسرات خطير جدا، والممبار برضو، وطاجن البامية باللحمة، وكمان طاجن الخضار باللحمة والفراخ، والسلطة اللي مفيش غنى عنها ابدا. وعلى فكرة نوع السلطة ده خطير جدا، هبقى اعمله لكم خفيف قوي قوي. كمان في سفرة تالتة جميلة جدا ومهمة جدا، دي بقى البط البلدي الأصلي الفلاحي مع المندي بالمكسرات والخضار المشوي، ولا أجمل ولا أروع. كمان الرقاق المحشي باللحمة المفرومة ومعمول بالسمنة البلدي، وكمان الأرنب اللي متحمر ومستوي الأول بالمستكة والحبهان ورق اللوري، ومتحمر في السمنة البلدي. وطبعا ما ننساش السلطات، سلطة الكولسلو وسلطة الدقوس وسلطة الزبادي بالخيار، اللي طبعا بيبقوا حلوين جدا في الوقت ده. ممكن ناخد فكرة من هنا على فكرة من هنا على فكرة من هنا، والسفرة تبقى خلاص اكتملت كده. ايه رأيكم؟ اللي عنده افكار زي دي يطلعها ويقول لنا، وكلنا نصور السفرات وننزلها. ممكن قوي قوي يكون عندنا افكار حلوة لبعض، والله بجد. رز بالخلطة الخطير جدا اللي بالكبد والمكسرات، الزبيب واللوز. كمان الفراخ المشوية بالبرتقال ولا أروع، اللي متبلة قبلها بيوم محطوطة في التلاجة وبتستوي تسوية حلوة جدا جدا، وبتبقى طرية وجوسي جدا من بره ومتحمرة من جوه كده. محاشي ملكة السفرات بكل أنواعها، يعني اعملي أي محشي على السفرة هيبقى حلو جدا. الشربات اللذيذة. وعلى فكرة عايزة اقول لكم بمناسبة الشربات لما بيبقى فيه اكل ولحوم كتير، يبقى كفاية قوي نوع شوربة خفيف، مش لازم الكريمة والحاجات دي. نوع بنحبه جدا من المقبلات الجلاش بالجبنة والبسطرمة، الجبنة التركي والبسطرمة، وكمان السلطة اللي قلت لكم عليها. هنا صينية الجلاش دي معمولة نصين، نص بالعصاج اللحمة المفرومة، ونص بالجبنة التركي والبسطرمه. والجبنه التركي عندكم في القاهره اللي هي الجبنه الرومي او معروفه بس احنا في اسكندريه مسمينها اسمها الجبنه التركي، يعني مش احنا اللي مسمينها، احنا طلعنا لقيناها كده. الفرخه البلدي الجميله المستويه حلوه قوي ومتحمره بالسمنه البلدي. والفراخ من الحاجات اللي بتبقى في العزومات خفيفه وحلوه جدا وشهيه قوي. المحاشي زي ما قلت لكم دايما، اعتقد ان اي سفره ما بيخلاش عليها في اي عزومه المحشي، صنف محشي او صنفين بيبقوا حلوين قوي قوي. الممبار وما أدراكم ما الممبار، الممبار المقرمش من بره والمستوي كويس قوي من جوه، وطعمه بيبقى خطير ولونه بيبقى حلو قوي. الملوخية الخضراء اللذيذة الحلوة دي. الفريش طبعا اللي انا بحب اعملها واخرطها بالمخرطه، ما بحبش اجيبها جاهزه خالص وطشها بطشه التوم بالكزبره. وحفيدتي اللي بتلعب في الشوربه وهتبوظها. كل دي حاجات جميله انا بقدمها لكم. ويا ريت نعمل كده وننزل كل فترة سفرات مختلفة، نغشش فيها بعض أصناف الأكلات. وباي باي.